السلام عليكم متابعي ريمونتادا سبورت. ألف مبروك للشعب العراقي، للمنتخب العراقي التأهل إلى المباراة النهائية بكأس الخليج، وهارد لك لمنتخب قطر. بطبيعة الحال تأهل منتخب العراق بنتيجة 2-1 كان تأهل صعب وفوز صعب على منتخب قطر الشاب. بالنهاية الفوز أنا بشوفه مستحق للمنتخب العراقي، والتأهل أكيد مستحق نظرا للمستوى اللي قدمه المنتخب العراقي على الأقل بآخر 20 دقيقة. بالفعل استمتعت بكرة القدم اللي لعبها وتمكن حتى من احتواء المنتخب القطري بشكل عام، والحماس اللي لعب فيه المنتخب القطري. التنظيم رائع جدا، الجمهور مميز جدا. ما بخفيكم سر، يعني أنا متعاطف مع المنتخب العراقي لعدة أسباب. أولا لأني بشجع المنتخب العراقي كتاني منتخب عربي، لكن الأمر الآخر عندي أصدقاء من سلطنة عمان ومن البحرين وأكيد من قطر. بس بشكل عام نحن بنتعاطف مع العراق لأن ما بدنا يخسر المنتخب العراقي قدام جمهوره. بصراحة الجمهور بيخليك تتعاطف مع هذا المنتخب بشكل رهيب جدا. قبل ما نفوت بتفاصيل المباراة بشكل عام، إذا عجبك الفيديو بتمنى تعمل اشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس، ولا تبخل علينا باللايك. يلا على التفاصيل. شوف يا صديقي العزيز، بالنسبة للمباريات اللي بتتأهل فيها من الدور نصف النهائي، المباريات الإقصائية اللي ما فيها تعويض، اللي ما فيها دور مجموعات ممكن تتعادل وتلعب المباراة الأخرى وتحقق فيها الفوز، أو يعني المباريات الإقصائية بشكل عام أنت بتحتاج فيها للفوز، بتحتاج فيها للنتيجة. أنا متأكد في نوع من الغضب، أو ممكن هذا النوع من الغضب يتم نسيانه بعد التأهل، لكن أكيد بعد نهاية الشوط الأول كان في عدد من المشجعين مو عاجبه الأداء ولا عاجبه المستوى رغم تقدم المنتخب العراقي بالشوط الأول بنتيجة 2-1. لكن أنت بالمباريات الإقصائية مثل ما حكينا بيهمك النتيجة. النتيجة مهمة جدا، لأن أنت كمنتخب ما عندك مجال للتعويض. هذا المجال أنت ممكن تلعب مع منتخب قطر الثاني أو المنتخب الأولمبي القطري، عنده الحماس، عنده الرغبة، كمان في عنده النوع من الانسجام. بس الشيء المميز بمنتخب العراق رغم تلقي هدف التعادل ما شفنا المنتخب العراقي تفكك، ما شفنا المنتخب العراقي ارتبك بشكل رهيب، كان داخل المباراة، موجود بالمباراة. وهذا الشيء بصراحة إذا بدي أمدح شخص معين فلازم أمدح كاساس المدرب الإسباني للمنتخب العراقي، اللي شغال على ثبات التشكيلة. ثبات التشكيلة بالمنتخب العراقي مهم جدا يا جماعة. أنا بشوف في ناس عم تنتقد أيمن حسين، أنا من الناس اللي بشوف أكيد أيمن حسين لا يقارن بيونس محمود، يعني على سبيل المثال. لكن أنت بتحتاج لأنك تخلي التشكيلة ثابتة. كيف يعني هلا صرنا بنعرف بأن تشكيلة منتخب العراق تقريبا 99% معروفة. بحراسة المرمى جلال حسن، بالدفاع مصطفى ناظم وعلي فايز، ظهير اليسار ضرغام اسماعيل، ظهير اليمين آلاي فاضل، بخط الوسط عطوان وعبود، بالامير العماري كمان بخط الوسط بتلاقي ابراهيم بايش، حسين علي وايمن حسين. فبالتالي انت بتشوف تشكيله المنتخب العراقي تقريبا 99% ثابته طوال البطوله، ما في تغييرات جذريه، ما في ارتباك بالتشكيله. فبالتالي هذا الثبات بالتشكيل بيخلق نوع من الانسجام ونوع من الانضباط. انت احيانا بتحس انه في لاعب ممكن يغير بمجريات المباراة، دخول شيرغو كريم احيانا بيكون مهم، دخول عدد من اللاعبين بالشوط الثاني احيانا بيكون مهم، لكن هذا الثبات، الابقاء على ايمن حسين مهم جدا كمان. ليش؟ لان حاليا انت عم تحكي عن ايمن حسين هداف البطولة الى الان، هداف البطولة ب3 أهداف. اليوم قدم مباراة باخر 20 دقيقة رائعة جدا، من ناحية الضغط العالي، من ناحية القدرة على فتح المساحة، من ناحية القدرة على مسك الكرة والإبقاء على الكرة مع المنتخب العراقي لأطول فترة ممكنة. المنتخب العراقي يعني بآخر 20 دقيقة، أنا بصراحة للدقيقة 70 المباراة كانت عم تتوقف، الأداء كان سلبي من المنتخبين، يعني الأداء كان سلبي من المنتخبين. شفنا هدفين للمنتخب العراقي وهدف لمنتخب قطر، لكن كانت المباراة عم تتوقف. يعني بالنظر ما بدنا نقارن بين مباراة الكلاسيكو
مباراة منتخب العراق وقطر، لكن مباراة العراق وقطر للدقيقة 70 ما كنا عم نشوف لعب كرة قدم. بس بعد الدقيقة 70 المنتخب العراقي لما احتوى المنتخب القطري ومنع المنتخب القطري حتى من محاولة العودة بالنتيجة. عجبني هذا الشيء، يعني المنتخب العراقي حتى بالهجمات المرتدة كان جيد، بالهجمات المرتدة كان جيد، بس إلى الآن ببناء الهجمة يحتاج كاساس إلى الوقت. يا جماعة هاي أول بطولة بيلعبها كاساس كمدرب للمنتخب العراقي. حكينا بأن أبرز إيجابية لهذا المدرب أنه عم يشتغل على ثبات التشكيلة، أما من ناحية منظومة اللعب وطريقة اللعب، هل يا ترى المنتخب العراقي رح يلعب على الاستحواذ؟ هل يا ترى رح يلعب على الهجمات المرتدة؟ كيف رح يبني اللعب؟ هذا بده شغل. فنحن لما بنحكي عن مدرب جديد أكيد لازم ينعطى الفرصة الكافية، حتى لا سمح الله إذا تعرض المنتخب العراقي للخسارة بالمباراة النهائية. يعني ممكن أي شيء بيصير بكرة القدم، خصوصا أنت عم تحكي عن منتخب عمان ومنتخب البحرين، من المنتخبات المميزة جدا بالخليج حاليا، من المنتخبات المنظمة والمستقرة. فبالتالي انت ما بتعرف شو ممكن يصير بالمباراة النهائية. المنتخب العراقي مرشح للفوز باللقب، الفوز باللقب مهم جدا للمنتخب العراقي. المنتخب العراقي غائب عن منصات التتويج من زمن، المنتخب العراقي غير معتاد على عدم الفوز بالألقاب. بس بالمجمل انت لازم تعطي هاي الفرصة لكاساس. كاساس حاليا انا كشخص اقتنعت فيه، اولا من ناحية الثبات بالتشكيلة، ومن ناحية الاعتماد بشكل او باخر على موضوع ان كيف كون مسيطر على المنتخب المقابل، كيف احتوي المنتخب المقابل، كيف خلي اللاعبين مؤمنين بان انا ممكن فوز باي مباراة رغم في ضغط جماهيري. انت شئت ام ابيت الجمهور الموجود بالملعب بيخوف اي لاعب، بس شفنا المنتخب العراقي حتى قادر على التماسك رغم تلقي الهدف، قادر على اللعب بانضباط شديد. المنتخب العراقي منضبط. طبعا خطأ الحارس جلال حسن بيصير بكرة القدم يا جماعة، ما بدنا نقسى على الحارس. بالنهاية منتخب قطر كمان منتخب جيد، منتخب منسجم، منتخب لعب كرة قدم جميلة، والمنتخب العراقي يستحق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية. نحن بانتظار مباراة البحرين وسلطنة عمان، راح تكون مباراة ممتعة جدا من الطرفين، لأن المنتخب العماني والبحريني مثل ما حكينا من أكثر المنتخبات الخليجية بالوقت الحالي من ناحية الانسجام. يعني من ناحية الانسجام بتلاقي منتخب البحرين وعمان في هذا الانسجام وفي هذا الاستقرار الفني والإداري. لذلك مباراة نصف نهائي أخرى راح تكون ممتعة إلى المباراة النهائية اللي أنا بظن ومرشح أكيد المنتخب العراقي. كاساس بيعرف يدير المباريات بشكل صح. المنتخب العراقي أحيانا بيلعب بالروح أكثر من التكتيك، هذا الشيء ملاحظ على اللاعبين، لكن طالما الروح عم بيجيب نتيجة فخلونا نكمل بالروح واحيانا بالتكتيك. على كل حال يا شباب، هذا كل شيء حابب احكي عن المباراة. فوز مستحق للمنتخب العراقي، الف مبروك للمشجعين بالعراق، هارد لك لمنتخب قطر، وان شاء الله المباراة النهائية راح تكون ممتعة جدا. انا بصراحة مستمتع جدا بخليجي 25 من ناحية التنظيم، من ناحية وجود الجماهيري الكبير، في بعض الأخطاء البسيطة وبعض الأخطاء اللي ممكن الإعلام الآخر يروج بشكل رهيب لإلها، لكن أنا بشوف أنه التغاضي عن هاي الأخطاء أمر مهم جدا. تغاضينا عن عدة أخطاء صارت حتى بكأس العالم، فليش ما عم نتغاضى للمنتخب العراقي؟ بتمنى ما نكيل بمكيالين حول بعض الأمور اللي عم بتصير من ناحية التنظيم. كلنا شفنا كرم أهل البصرة، وكلنا شفنا كرم الشعب العراقي، والشيء اللي عم بيقدمه المنتخب العراقي والشعب العراقي من ناحية التنظيم. فبالتالي بتمنى نلاقي هذا الأمر موجود لدى أغلب الدول اللي عم بتساند هذا المنتخب وعم بتساند هاي الدولة لحتى ترجع من فك الحظر. وإن شاء الله بالتوفيق لنشوف مشاركات وبطولات عم تتنظم بالعراق وبوجود المنتخب السوري إن شاء الله. بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة.